صباح الخير. الواحد طول ما هو قاعد كده دماغه عمالة تفرك في حاجات حبيت أشارككم معايا فيها. أنا شايف إن في كل مراحل مصر الثقافية والفنية والموسيقية والغنائية في نجوم، يعني برغم العدد الهائل من السكان والعدد الكبير من السكان في نجوم، وفي بعدهم يعني ناس عمالة بتفحر وناس عمالة كذا وكذا. يعني مثلا لو احنا جينا في الثقافة هنطلع نجوم معدودة على صوابع الإيد. في الغناء على صوابع الإيد، في الشعر، في الأدب، في المزيكا، في إيه اللي عمل الحضور الطاغي ده لهذه البلد العظيمة؟ إيه اللي يخلي واحدة زي السيدة أم كلثوم يبقى واحدة كان حواليها ناس كتيرة ومش كتيرة قوي، يعني كان حواليها برضو ناس ظريفة بتقول وبتعمل، لكن ايه اللي خلى ام كلثوم بهذا الحضور الطاغي لحد سنة 2024 لها حضور طاغي غير طبيعي؟ عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، رياض السنباطي، محمود الشريف، طبعا مرسي جميل عزيز، بليغ حمدي، حسين السيد، علي مهدي، مأمون الشناوي. لو احنا جينا حسبنا ان عدد مبدعين مصر في ستينيات القرن الماضي اللي شكلوا وجدان المنطقة كلها هنلاقوه يتعدوا على الصوابع. طيب وهل التأثير بتاع الناس ديت في الفن وفي الثقافة ممكن يعمل كده؟ ممكن يعمل كده. ما هي الأفكار لها أجنحة. اللي بيقدر يطير الأفكار ويخليها تبذر محبة على الناس كلها، زي مثلا في أمريكا اللاتينية ما هو ناس تتعدى على الصوابع، في روسيا ناس تتعدى على الصوابع، في إنجلترا ناس تتعدى على الصوابع. هل المبدع لوحده كافي بإنه يغير مصير أمة؟ الصراحة الصراحة، لأن احنا حضارات الأمم دي كلها اللي وصلها لنا واحد أو اتنين أو فريق. حضارات الأمم دي كلها اللي بيوصلها حد عنده القدرة على التوصيل وعنده القدرة على الإنجاز. السؤال بقى اللي أنا طالع بقى أفتي معاكم، هل فعلا مصر دلوقتي ما فيهاش الموصل الجيد، ولا ما فيهاش الفن الجيد، ولا ما فيهاش المناخ الجيد؟ أنا أقدر أقول لك قولا واحدا، ما فيهاش المناخ الجيد. أنا بما إني عضو مجلس إدارة نقابة الكتاب وعضو لجنة القيد، أنا بيجيلنا شعراء وأدباء وكتاب صغيرين مدهشين، ويكاد يكون الواحد فيهم تجاوز كل اللي فات ده كله. لكن هي الفكرة كلها مش في اللي بيتجاوز، الفكرة كلها اللي بيتجاوز ده ازاي يلاقي تربة خصبة تقدر تخليه يطلع ويترعرع. واحد زي محمد رشدي لو كان طلع دلوقتي ولا كان حد سمعه.
واحد زي عبد الحليم حافظ لو كان طلع دلوقتي ولا حد سمعه. المناخ مهم، المناخ أهم شيء في رعاية الموهبة. احنا دلوقتي نعاني ان سبب تاني برضو، ان وزارة الثقافة وهي الوزارة المعنية برعاية هذه المواهب شكرا للتحية. وزارة الإعلام شكرا للتحية. أول ما اشتغلت في التلفزيون المصري كان في لجان استماع وكان في لجان نصوص في الإذاعة والتلفزيون وكلنا نعرف الكلام ده. دلوقتي شكرا للتحية، لا في لا لجان استماع ولا في لا لجان نصوص ولا في لا إنتاج ولا في لا أي حاجة. البرامج بتتعاد والدنيا كلها بتكرر نفسها. ايه المشكلة؟ هل الدولة لم تعد تهتم بالثقافة؟ ده سؤال أنا ما أعرفش. هل الثقافة أصبحت عبء على الدولة وعلى ميزانية الدولة؟ هل الدولة بكل مؤسساتها غير قادرة على عمل حفلات وعمل إنتاج دراما ومسلسلات وإذاعة والحكاية كلها بقروش؟ مش عارف، أنا يمكن يعني لخبطت الدنيا في بعضها، وأنا قاصد ألخبط الدنيا في بعضها عشان لو في حد عنده حاجة تخرجنا من اللخبطة ديت يقولها وأنا معاكم. مساء الفل.